هاشم العلامة التبراني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله المنتجبين الطاهرين. السلام عليكم يا جماهير الثورة المجيدة، يا أحفاد العلامة السيد هاشم التبراني. السلام على شيبكم وشبابكم، رجالكم ونساؤكم، صغاركم وكباركم. السلام على أسراكم خلف قضبان العدو. السلام على شهيدكم البطل أحمد العرنوط، وعلى شهداء البحرين الأبرار. لقد حاولت قوى الظلم والاستبداد والطغيان في النظام الخليفي تدعمه قوى الشر والاستكبار العالمي والجيش المحتل السعودي أن تنال من إرادة الشعب البحريني في الدفاع والمقاومة عن دينه ووطنه وعرضه وشرفه وعن عزته وكرامته في الإباء والشهامة، ومن الالتزام بالمبادئ والقيم الإسلامية. ولكن شاء الله تعالى أن تكون هذه الإرادة قوية، وهذا العز عاليا، وهذا الالتزام شديدا، ويرضى الله ورسوله وألوف حمية وحجور طاهرة أن يؤثر الشعب البحراني طاعة اللئام على مصارع الكرام. يا جماهير شعبنا المناضل، وضمن النظام الخليفي الساقط وعبر تطبيقه السافر لإجراءاته القمعية والمتمثلة بسياسة مصادرة الحريات باعتقال الرموز والعلماء ومحاكمة الشباب في محاكم ظالمة وسياسة العقاب الجماعية عبر أشكال الخيار الأمني وقمع قرانا واستخدام قنابل الغاز السام والمداهمات الليلية وتحطيم كل ما تطاله أيدي قوات المرتزقة من أملاك المواطنين، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. وإن دلت سياسة النظام الخليفي المدعوم سعوديا على شيء فإنما تدل على مدى التخبط والاضطراب الذي يعيشه ومدى قوة الضربات الموجعة التي تكيلها سواعد الشباب الثوري المباركة وجهود حقوقها ومناضليها ومثقفيها. ندعوكم للتحشيد والمشاركة جميعا وبفعالية لمشروع أسبوع امتحان الإرادة، والذي يطلقه أحفاد العلامة السيد هاشم التبراني لأهالي منطقة توبلي وقراها المجاورة، لتكون الانطلاقة من هذا اليوم نحو المحطة الفاصلة لدخول مرحلة حساسة تؤكد على أن الشارع لا زال تحت السيطرة، على أن تكون هذه العودة نحو مزيد من
تغيره وحشية اعتقال أحدتهم ولا التضحيات العظيمة، ولم يضعف من عزيمتهم الفولاذية فراق فلذات أكبادهم. ومهما طال الزمن مؤمنين بثورتهم وبتضحياتهم من أجل نسيم الحرية وإشراقة شمس